الفصل الأول بيهن 3 مواضيع مهمة جدا. 2 واحد من عندهن ثابت و2 مو ثابتات، بس هاي مهمة. يعني ما أدري، أنا شوية قلبي لسعني من المسعر السنة، أكو مو مرشح، بس المسعر صار هواي ما جايبينه. المسعر بعد ايش عندنا؟ عندنا هيس هم صار انه هو العام جابوه بالدور الاول 2024، هو كان ثابت للامانه، بس بالفتره الاخيره قاموا يجيبونه مرات لا. وانا اتذكر العام حكيت حكايه والطلاب هماتين قاطعيها وناشريها على التيك توك، انه قلت لهم ممكن ينسون بسم الله الرحمن الرحيم فوق الاسئله وما راح ينسون سؤال مال هي. صدق ناسين البسم الله وما ناسين السؤال مال هيس. اجا واول سؤال كان على العموم، فالمسعر شويه دير بالك عليه. انت اذا ضبطت المسعر اكيد مسائل الحراره اللي قبلهن احنا ضابطينهن، لان مسائل الحراره جزء منين؟ من المسعر. وهيس هم دير بالك عليه. والاسئله الثلاثيه اللي تجمع الدلتا اتش ار بالدلتا اس ار بالدلتا علاقه جيبس، هذني الثلاثه بالفصل الاول. الشرحيات بنات، هاي بالنسبه لمسائل الشرعيات مال الفصل الاول. انواع الانظمه هماتين قلبي لاعب من عندها. انواع النظام مفتوح ومغلق ومعزول وتعاريف من ذي السوالف، ها؟ وعندك هاي تعاليل، كم تعليل مال ليش اذا داله الحاله تعتبر خاصيه شامله وداله العفو الدلتا اتش ار تعتبر داله حاله، هاي تعاليل وخاصيه شامله بنفس الوقت. الخواص الشامله والمركزه، ذني الشرحيات البسيطه. الشرحيات بنات لا تتقيد لازم تجاوب نصا، طبعا من ملزمه مدرس الى اخر يختلف الجواب مال الشرحيات. المهم بالكيمياء الفكره، وحتى ترى بالكتاب هسه بالكتاب عندنا مثلا تعريف مثلا النظام المغلق. النظام المغلق يبدل طاقه وما يبدل ماده، ومثاله اناء معدني مغلق يحوي ماء مغلي. بس اعطيني هاي الفكره شلون نصيغ الجمله صيغها. يعني هو تقريبا اجى 7 مرات بالوزاري النظام المغلق، من بكل مره تعريفه شنو؟ يختلف، بس الفكره وحده. شلون مثلا؟ يعني مره ايش قايل؟ يسمى النظام، عرف النظام المغلق. الجواب مال الوزاري شنو النموذجي؟ يكون النظام مغلقا اذا كانت حدوده تسمح بتبادل الطاقه فقط ولا تسمح بتبادل الماده، مثل إناء معدني مغلق يحوي ماء مغلي. شوف هاي صيغة للتعريف. بعد سنتين جاي عرف النظام المغلق هو النظام الذي تسمح حدوده بتبادل الطاقة فقط ولا تسمح بتبادل المادة، مثل إناء معدني. بعد سنتين 3 سنوات جاي التعريف مغير الصيغة، بس الفكرة نفسها. أنت ذاكر له إنه لازم تذكر له يبدل طاقة وما يبدل مادة ومثاله. هاي التفاصيل. فلا تشوف انه ملزمه مدرس عن مدرس، هو حتى الكتاب، هو بالكتاب تعريف النظام المغلق شكل، وتروح له بنهايه الفصل بالمفاهيم الاساسيه راح تشوفون شكل. وانتم شايفين دائما تعريف المفاهيم الاساسيه تصير اصعب من التعاريف الموجوده بالمنهج، صح لو مو صح؟ اي بس الفكره وحده. زين، هسه ايش عندنا بالفصل الاول مهم كمسائل؟ مسعر وهيس والاسئله الثلاثيه. واكو سؤال بالسمويشن بالمجموع، هذا اللي يربط المسعر بالمجموع، هذا مال الاستيلين. وضع 2.6 غرام من الاستيلين وكانت كميه الحراره المنبعثه 130 كيلو جول، احسب انتال بتكوين الاستيلين. هذا السؤال، هذا ما ادري هماتين انا ما مرتاح له بصراحه. فهاي الامور المهمه بالفصل الاول.